نورنا يا دكتور احمد. نورك يا هندسة، والله يعني فرصة عظيمة جدا ان انا موجود معاك يا مصطفى. يعني نسأل الله ان هي توفق في هذا اللايف الجميل. باذن الله باذن الله ده. طب ايه لسه قصر هنبدا؟ عيني قصر قصر عيني. عيني. اه. دفعة 2020. طب زي الفل والله، ده انت بس لسه قريب مش بعيد. انا لسه شوية بس احنا عشان 7 سنين شوية، فانا حاسس ان لا، يعني برضه بقالي فترة. يعني لو كنت كلية تانية 4 سنين فكنت بقى مخلص من بدري شوية. اه. انا شفت بالنسبة اكتر من طبيب بيروحوا لمجال الماركتينج. هي دي متلازمه. ماركتينج، اه. انا كنت هقول لك حاجات تانية. يعني بشوف اللي هم بيروحوا اكتر للجزء الكونتنت كرييشنز، الكوبي رايتنج، هكذا. ميديا انا اعرف باينج. كتير جدا. اه. انا اعرف اطباء كتير، وانا ليا اصدقاء كتير على فكره ميديا بايرز اه. فدوت بشوفها تحس ان هي جدا. متلازمه، مش عارف يعني الاطباء واخدين هندسه ميكانيكا هتلاقيهم رايحين في حته، اتصالات مش عارف ايه وهكذا يعني. انا ما بشوفش مهندس شغال مهندس الا من رحم ربي. يعني ده بجد والله، يعني الا من رحم ربي يعني في المهندسين. ده حقيقي. ده حقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا شباب، إن شاء الله دي السنة الرابعة معانا في برنامجكم سحور البرمجي. البرنامج ده هدفه بالأساس إن إحنا نستقطب ناس خبراء في المجالات بتاعتهم، بحيث إن إحنا نتناقش معاهم ونقدر نطلع معاهم بفاليو حقيقية أو بقيمة حقيقية. لأن الناس دي يعني المفروض، أو مش المفروض، هم كلهم بلا استثناء الناس دي عندها خبرة تقنية أو تكنيكال سكيلز، وعندها الزمن بقى. يعني هو مش سنه ولا اتنين ولا ثلاثه، لا هتلاقيه اكتر من كده بكتير، بحيث الناس دي تدي لنا العصاره ونقدر نسالها الموضوع عشان يبقى مفيد جدا. ففكره الاسئله اللي هتلاقيها اللي انت تقدر تكتبها في الكومنتس بتاعت اللايف علشان نقدر نستفيد من الضيف بشكل كويس. النهارده معانا ومعاكم ان شاء الله دكتور احمد السباعي. انا يعني ايه هبقى بظلمه لو انا اللي بدات التعريف وبتاع ان انا اتكلم عنه. فيعني المايك معاك يا دكتور، تعرفنا بنفسك كده في الاول خالص. بالعكس يعني يا مصطفى، يعني الله يعزك كده، ده الشرف لينا اللي احنا موجودين هنا حقيقي والله يعني فعلا. فمفيش تعريف خالص غير احمد السباعي. فريلانسر، بدات في 2016 تقريبا. سبحان الله، مع الوقت الواحد بدا يكتسب خبره الفريلانس شويه. حبيت ان انا بدات ان انا اعلم مجال الفريلانس قدر المستطاع، عن طريق في الاول كان اصدقائي بحاول اشرح لهم فتره الكليه. ربنا كرمنا، لقيت الناس بتستفيد شويه، فقلت طب ما اخليها يوتيوب تشانل اشرح عليها اكتر. فمع الوقت لقيت نفسي فريلانسر وكونتنت كريتور في مجال الفريلانسنج، والحمد لله يعني حسيت ان الواحد بيحاول يتعلم من ناس غيره فيوصل المعلومه اللي هو اتعلمها بشكل احسن مع التجارب الموجوده، وانطلقت بعد كده في هذا المجال يعني. جميل جدا. طيب احنا النهارده ان شاء الله اللقاء هيبقى لقاء كده، خلينا نقول ان هو رايح جاي من حلو. خلال افكار انت طرحتها بشكل كبير واتكلمت عنها، بما يخص موضوع الفريلانسنج او بما يخص الانتاجيه او بما يخص انت كبني ادم وانت شغال. لو انت راجل في البيزنس لوحدك زي الفريلانسر، بتعمل ايه او بتتعامل ازاي، او ايه الاخطاء اللي المفروض تقع فيها، او ايه المشاكل اللي بتحصل. فهنتناول الموضوع كده على اكتر من محور، وبرضه الموضوع لو حبيت تسال في اي حاجه ان شاء الله اقدر اساعد فيها برضه ان الشباب شاء الله. الموجودين. ده هيكون يعني شرف كبير ليا ان انا اكون بقى ايه محاور معاك ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم في الاول خالص على حاجه انت لسه بنتكلم عليها من فتره بسيطه، وهي ريليتد جدا بالواقع اللي احنا فيه دلوقتي، ومهمه قوي، وهي جزئيه الكود بلو. انت اتكلمت على مصطلح في مهم. الطب، تمام؟ اسمه كود بلو. فاحنا محتاجين نعرف اصلا المصطلح ده ايه، وازاي بنسقط المصطلح ده على ميديا باير. مش هتكلم اهو ديفلوبر او باك اند او فرونت اند او وات ايفر التخصص بتاع الشخص يعني اللي هو شغال بيه. عاوز اتكلم على ميديا باير، عاوز اتكلم على كونتنت كريت، عاوز اتكلم على حد في الاوبريشن بعيد خالص، اهو عاوز اتكلم على وات ايفر الوظيفه او الشخص بوظيفته المفروض يكون عامل ازاي. فيا ريت لو تشرح لنا النقطه دي. طيب هو سريعا، الكود بلو هو او الكودز عموما الموجوده في اي مجال، في مجال السيفتي، مجال طب وهكذا. بيبقى في كودز عالميه متفق عليها ان هي لما تتقال في موقف معين بيحصل، فيفهموا المتخصصين اصحاب الشأن، يفهموه فيبقوا عارفين ان هم في حاجه معينه هيعملوها. فكود بلو في الطب معناه ان في حاله ارست، اللي هو حد يعني بيفقد حاليا، فقد النبض بتاعه، مفيش تنفس وهكذا، فمحتاج انعاش قلبي رئوي حالا. حلو. فكود بلو لما بتتقال مثلا اللي هو يعني في مصيبه ما بتحصل حاليا، واحد يعني الحقه دلوقتي يتوفاه الله، يعني كله بمشيئه الله. فلازم الدكاتره المتخصصين او الناس المتخصصه تمريض، دكاتره التيم المتخصص لحاجه اسمها الكود بلو يجوا عشان في واحد محتاجين نلحقه.
فلو في حلو. مستشفى ما وانت قاعد، او مش في مستشفى كمان، في اي مكان معين، الجهاز الطبي الموجود، الطاقم الطبي الموجود، اول ما يسمع كود بلو خلاص في حد دلوقتي حاليا نازل نلحقه حالا، فاحنا معانا يا دوبك ثواني نكون عنده نعمله انعاش قلبي رئوي. فديت حلو. بيحتاجوا تيم قوي جدا، تيم مدرب بشكل كويس جدا، عارف يعمل ايه. تيم ممكن يكونوا ما يعرفوش بعضهم، بس كل واحد فيهم عارف ان انا دوري كذا في الكود بلو، فاول ما اسمع كود بلو المكان الفلاني انا هسيب اي حاجه معايا، هجري على هناك، هعمل المهمه المحدده ليا، هنجزها وخلاص. جميل. فدوت بشكل طبي ايه هو الكود بلو. طبعا بقى في كود وهكذا. حلو. دوت يندرج تحت ايه بقى في مجال الفريلانسنج. انا كل فتره بحب ادخل على موقع زي اب وورك، موقع فريلانسر دوت كوم وهكذا، المواقع الثقيله اللي ليها ثقلها واللي ليها الريسيرش تيم بتاعها، اللي هم بيستعينوا بجامعات، بيستعينوا بدكاتره معينه، ابحاث معينه وهكذا. في جامعه ستانفورد فكان في 2 من الدكاتره بداوا يعملوا ريسيرش على مستقبل الفريلانس ماشي ازاي، فهم شبهوه بان هو هيبقى ماشي بحاجه اسمها الكود بلو، اللي هو احنا دلوقتي الشركات مع تطور الاي اي، مع محاوله استقطاب ناس ينجزوا مهمات قويه جدا، مش حاجات عبيطه، لا حاجات قويه جدا فيها فاليو كبير جدا، سريعه جدا، وينطلقوا مع نفسهم. دي بقت الريتم اللي ماشي بيه الشركات حاليا، فهم عايزين يعينوا ناس اقوياء بكفاءه كل واحد عارف دوره. فهم شبهوها سريعا بالكود بلو. احنا والله يا جماعه حاليا الشركات بتقول احنا عندنا مشكله دلوقتي او عندنا حاجه طارئه عايزين نعملها، فهنقول كود بلو، فمحتاجين نستقطب متخصصين جدا، وتحت المتخصصين دي نقطه يعني مربط الفرس زي ما بيقولوا. فاحنا عايزين حد مش داخل يجرب، مش حد لسه بيكتشف انا مهارتي ايه، هو متخصص في المجال الفلاني. هنجيب مجموعه تيمز ممكن يكونوا ما يعرفوش بعضهم سابقا، بس كل واحد عارف انا داخل على تاسك معين، هنجزه بكفاءه كويسه في فلوس كويسه، وممكن اسيب الشركه خلاص، يعني مش مربوط بعقد كبير وهكذا. حلو. يعني هو بيجي يقوم بوظيفه ويمشي، بالظبط. بس الوظيفه دي بيقوم بيها باعلى كفاءه. باعلى كفاءه، والشركات اللي بتطلب كده احنا مش بنتكلم في شركات تعتبر سلم، احنا بنتكلم في م- شركات ملياريه، شركات م- ملياريه، فهم هيستقطبوا فريلانسرز، بالنص فريلانسرز م. اقوياء جدا يعملوا حاجه معينه ويمشوا. طيب، هل ممكن تقول لنا ده على كيس حصلت معاك او كيس انت بتشوفها في السوق، بحيث الموضوع يبقى اوقع بالنسبه لنا؟ يعني مثلا كيس انت مثلا دخلت مع عميل، عملت له سيت اب بشكل معين وخلاص، خد الفاليو او خد القيمه اللي انت المفروض تقدمها له، حققت النتائج زي الفل، التيم بتاعك ممكن ندربه وهكذا. في مثال انا اتعاملت معاه قبل كده، وان كانت هي مش شركه كبيره جدا، يعني هي شركه بسيطه في النص، بس انا يعني ده اقرب مثال ومبدا شفته على ارض ثابت الواقع. يتحقق على مبدا كله، ده يتحقق على اي بالظبط. بزنس. هم شركه عقارات في الامارات، اتعاملت معاها، فهم كانوا عايزين يبتدوا السوشيال ميديا تبعهم، هم في سوق اجنبي، فحبوا ينطلقوا في الامارات، فعايزين يشوفوا السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا مانجر خصوصا في مجال اليوتيوب مانجمنت يعني، فكانوا حابين ان يبقى فيه كونسلتيشن سريعه مع بعض الناس، موجود انا فيه، موجود حد من حد، جايبين حد تصوير، يعني هم الحمد لله شافوني حد كويس في مجال اليوتيوب مانجمنت، وعندي السوشيال ميديا بتاعتي، وعندي بورتفوليو بتاع على اب وورك وهكذا، فكلموني حلو. وان في تيم موجود معاك. دخلت لقيت في تيم من الفيديو اديتورز، واحد فيديو اديتور تقيل جدا، في حد تاني متخصص في الفيلم ميكنج وهكذا تقيل جدا، وجايبين تيم في حد في السيلز كويس جدا، فمجمعين تيم كلنا في كونسلتيشن، اتكلمنا مع بعض الدنيا ممكن تمشي ازاي وهكذا. طيب خلاص هم بينطلقوا في السوق، هيدخلوا السوق دوت مجال مختلف عنهم، فبدات انا بتشانل اوديت سريعه، بدرس لهم الماركتنج بتاعهم لو هننطلق السوشيال ميديا، الفيلم اديتنج او الفيديو اديتور بدا يقول لهم احنا هننطلق بالشكل الفلاني، العرب بيحبوا الشكل الفلاني، هكذا هكذا هكذا. فدي كانت حاجات سريعه، وبدانا نحط جايد لاينز، انا شايف لو انا همشي فاللي هيجي تحتيه هيشتغل بطريقه فلانيه، فانا في جايد لاين معين عامله وهكذا. كل حد فينا كان حاطط الجايد لاين بتاعنا، طلعنا الطلعه الاولانيه بس، وبعد كده مم. معاهم كل الماتيريال، انطلقوا انتوا بقى، جيبوا اي حد تحتيكم، انطلقوا بسرعه زي ما انتم شايفين عايزين تعملوا ايه. ده نقدر مثال نقول ان بسيط. انتوا عملتوا سيستم. بالظبط. جميل بالظبط. جدا، ممتاز في بقى ممتاز. امثله تانية، امثله انا لسه ما تعرضتلهاش، بس انا ليا اصدقاء بيتعرضوا لها حاليا، خصوصا في زي. المجال تبعكم، مجال التك والبروجرامينج، دي مشهوره حلو. جدا فيه، ده اختصاصه اكتر حاليا. ان جميل. في مثلا ابلكيشن معين او شركه معينه عايزه تطلع فرع لابلكيشن معين في فيتشرز معينه، مم. فهم لو استنوا عبال ما يجيبوا ناس متخصص، او عبال ما يعينوا ناس ويشوفوا انترفيو ويشوفوا كذا وكذا، هم عارفين ان في شركه منافسه هتطلع حالا هتاخد منهم السوق، فهم مم. عايزين سرعه جدا، فيروحوا احنا خلاص الاب ده عشان يطلع او الفيتشر دي عشان تطلع محتاجين فرونت اند، ممكن اكون انا اسف بلخبط في الالقاب، بس يعني لا لا، ولا محتاجين بتلخبط، حد زي هنا، الفل. مم. حد هنا، حد هنا، حد هنا، حد هنا، بسرعه ينطلقوا مع بعض.
فدولت مش بيحطوا سيستم، دولت بيشتغلوا مع بعض. هم هنا بيشتغلوا بيطلعوا الفيتشر الفلانيه، بيبقى معاهم حد بروجكت مانجر قوي جدا فاهم المشروع شغال ازاي، وهو اللي بيحط لهم السيستم. فبيحط السيستم للناس الخبيره في المجال بتاعها، كل واحد بياخد تاسك معين بيخلصوه، البروجكت مانجر بيجمعوا مع بعض، الفيتشر خلصت. الكلام ده ممكن ياخد حوالي اسبوع 10 ايام لفيتشر تقيله جدا، في الطبيعي كانت هتاخد منهم حوالي مثلا شهرين 3. لو هيقعد يديزاين ويقعد يبتديها من الصفر تاخد فعلا وقت كبير جدا عشان تطلع يعني. ده فرق الخبره. خلاص، يبقى هو النصيحه هنا ايه؟ النصيحه هنا للاشخاص ايه؟ ازاي الشخص يبقى في الجزء الخاص بتاع الكود بلو؟ امتى يبقى في الزون دي؟ عمري ما هروح لحد اقول له تعالى معايا تيم الكود بلو وانا مش فاهم انت بتعمل ايه بشكل قوي جدا في حته معينه اللي انا محتاجك فيها. فانا لو لقيتك سرحان بعمل كذا وكذا وبعمل كذا حاجه، والحياه حتى لو ليهم علاقه ببعض شويه، بس انا مش شايف نقطه قوه حقيقيه امسكها عليك اقول ده بتاع كذا، فلو انا ما قدرتش اقول سباعي بتاع كذا مصطفى اللي متخصص في كذا مش هختارك. فالنصيحه من هنا لازم تبان فعلا اللي انت سبيشالايزد في حاجه قويه جدا. عندك حاجات مم. بتخدم عنها، بس انت متخصص في تاسك معين، عامل نيتشنج داون تحت لحته معينه عشان الشركه تحتاجك فيها. جميل جدا. يعني الموضوع ده مش هيجي بين يوم وليله، هو محتاج خبره، نهائي. محتاج اكسبيرينس كويسه، وتبقى فعلا معروف. يعني انت مش بس انت متخصص وخلاص، لا، ده انت معروف في الجزئيه دي. يعني موضوع البيرسونال براندنج هنا هيخش معانا بشكل كبير، ان انت اساسا بتظهر نفسك ان انت قوي في البوينت دي بتجارب عمليه انت اتكلمت عليها. طيب. بالظبط. برضه عشان آه ما نعقدش يعني انا اسف ان انا هقطعك في الحته ديت، عشان برضه ما نعقدش الاصدقاء. طب ما كده معناه ان انا عمري ما هنطلق لهنا لان في ناس سبقاني وهكذا. على مم. حسب الشركات، مش كل الشركات شركات ملياريه فهتختار اعلى الناس في بص. العالم، لا، في مم. في ناس اقل. بس على الاقل اشوفك متخصص في حاجه، مش سمك لبن تمر هندي زي ما بيقولوا. انت فعلا كنت كاتبها جزئيه سمك لبن تمر هندي. طيب، انا بحبها هل انا جدا. محتاج سمك لبن تمر هندي في مرحله من المراحل؟ يعني انا وانا لسه ببتدي خالص، هل انا هبقى مركز بس ان انا مثلا بكتب كود بس، او بكتب كونتنت بس، او بحاول ان انا اكون بعمل اعلانات بس، خصوصا لسه بادئ؟ وازاي هماركت لنفسي في البوينت دي؟ يعني انا برضه هياخدنا النقطه تاني بعد كده في تسويق لنفسي او تسويق للخدمه بتاعتي وانا بتكلم مع حد. انا محتاج كوميونيكيشن سكيلز، ومحتاج مهارات اخرى ان انا اتعلمها عشان تكون موجوده عندي از فريلانس. انا بتكلم على ناحيه الفريلانسنج، انا ما اروحش لاي نقاط تانية دلوقتي. انا عاوز اشتغل از فريلانسر، عاوز فريلانسر هنا بمعناها الواسع. وممكن قبل ما نتكلم في النقطه دي نتكلم على جزئيه الفريلانسنج دي بالمعنى الكبير بتاعها، مش بمعنى ان انا ماسك اللابتوب قاعد فاتح اب وورك، او فاتح فريلانسر، او فاتح خمسات، او مستقل، او وات ايفر، يبقى انا كده فريلانسر. الموضوع اشمل من كده واعم من كده بكتير. فلو توضح لنا البوينت دي برضه. طب لو رحنا للاب وورك نفسها وبصينا على اب وورك نفسها وشفنا طريقه ازاي الواحد بيعمل البروفايل بتاعه، هنلاقي ان اب وورك نفسها في حاجه اسمها سبيشاليزد بروفايلز، في الجنرال بروفايل، وهم حاطين اللي انت ممكن تختار حاجتين تانيين تعملهم حاجه اسمها سبيشاليزد بروفايل، يعني بروفايل سبيشاليزد اكتر في مهاره معينه. ليه اب وورك عامله الحكايه ديت؟ لان هي عارفه ان الطبيعي بتاع الفريلانسرز هو متقن لمهاره معينه هيخدم بيها العميل، والمهاره دي ربما يكون متشعب منها او بيخدم عليها بعض المهارات التانيه. فانا ايوه. مثلا انا السوشيال ميديا ماركتير، فانا ربما اكون عارف حاجات بسيطه في مجال الميديا باينج، وان كان ده مجال وده مجال، يعني خلينا نقولها مثلا جرافيك ديزاينر، فانا فاهم حاجات شويه في البراندنج، فعارف البراند ايدنتيتي وهكذا، وعارف حاجه لان دي بتخدم على ديت، فانا مش هبقى جرافيك بالظبط. ديزاينر الا لما افهم براند ايدنتيتي. بس انا متخصص اكتر في جرافيك ديزاين لبروشورز مثلا، بس انا معايا براند ايدنتيتي اعرف اعملها، ومعايا حاجه تانية بعرف اعملها. فما دام الحاجات بتخدم على بعض، فاب وورك بتنصحك وبتقول لك اعمل الجنرال بروفايل اللي هو الجرافيك ديزاينر، اللي هي زي الامبريلا المظله بتاعت الحاجه الكبيره. بعد كده اختار حاجتين سبيشاليزد بروفايل اللي انت بتتخصص فيهم اكتر، دي موجوده فيها. فانا والله يا جماعه متخصص في كذا ومتخصص في كذا. ربما يكون المجال بعيد شويه عن الجرافيك ديزاين، يعني انا بشوف مثلا ناس كتير سوشيال ميديا ماركتير وبيعملوا ميديا باينج، يعني اللي هو خلاص انا ماسك السوشيال ميديا تبعك هعمل لك ميديا باينج معاها، فهم متخصصين في الحاجتين مع بعض. فانا حلو. بشوف ما دام العميل ممكن يطلب الحاجتين مع بعض في نفس التاسك الواحد فممكن تعدي خلاص. امم. انما ما بقاش انا بروجرامر وفيديو اديتور، ما بقاش انا بروجرامر وسوشيال ميديا ماركتير وكونتنت وكوبي رايتر وهكذا، دي مجالات بعيده خالص عن بعض. فانا حتى لما بعمل البحث بتاعي، او لما حد يكون مش عارف ايه المهاره بتاعته، بقول له دايما روح على اب وورك،
شوف المهارات اللي بتنزل حاليا، يعني فلتر اخر وظائف نازله، او روح لاب ورك نفسها وشوف الريبورت الشهري بتاعهم ايه المهارات المطلوبه حاليا، وشوف والله ايه المهاره اللي عندك قدره اللي انت تذاكرها وتتعلمها بناء على كذا حاجه تانية يعني. طيب هل في مهارتين يخدموا على بعض فتعلم الاثنين على بعض مع بعض بس اركز في حاجه واحده ولا لا؟ فطبيعي ان الانسان هيبقى متعلم مهاره اساسيه وبيخدم عليها مهارتين ثلاثه تانيين، انما مش 10، مش رايح اخد قشور دي وقشور دي وقشور دي وقشور ديت، لا. طيب لو احنا هنتكلم على المهارات الضروريه، المهارات اللازمه، يعني انت كنت اتكلمت من ضمن الحاجات اللي انت يعني استبحرت فيها واتكلمت فيها بالتفاصيل. انا راجل عاوز اشتغل في الفريلانسنج، هروح على اب وورك او هروح على مستقل، هلاقي منافسه شرسه. الدنيا هناك يعني بيقطعوا في بعض، اللي بيروح هيجي له حاله اكتئاب. طب انا هنافس الناس دي ازاي وانا لسه اصلا انا ما عنديش لا بروفايل ولا عندي كلاينتس ولا عندي اي حاجه خالص؟ انت اتكلمت في بوينت مهمه، قلت والله يعني بص تحت رجليك حرفيا. يعني شوف عمك، شوف خالك، شوف صاحبك، شوف اللي حواليك، عرفهم ان انت بتشتغل في فيلد معين. وتعالى برضو ناخد الموضوع بالسيناريو عشان الموضوع الصوره توصل ان شاء الله للشباب بشكل اوقع. احنا دلوقتي شخص بيتعلم فلاتر او متعلم اي او اس وات ايفر، اتعلم موبايل ازاي بيلد موبايل ابلكيشن، حلو كده. فانا دلوقتي معايا مهاره ان انا ازاي ابيلد اعمل موبايل ابلكيشن وابيعه للعميل او اقدم له السيرفيس بتاعته من خلال الموبايل بقى، اشوف هو هيقدم ايه. ازاي ابتدي مجالي او ازاي ابتدي ان يبقى عندي كلاينتس از موبايل ديفلوبر؟ كنت في ايفنت من فتره مع علي خالد، مشهور بعلي هاسلر لو تسمع عنه، حد محترم جدا جدا جدا. جميل. علي حد هو اصلا كونتنت كريتور في الاساس، حد محترم جدا، كان شغال فريلانسر في البدايات، بعد كده انطلق في الكونتنت كريشن. فده كان حلو. سؤال اتسال له، جاوب عليه اجابه حلوه جدا. هو حتى كان اخذ كيس ستادي عمليه، سالنا حد من اللي كان حاضر الايفنت فقلنا له انت بتشتغل ايه؟ فقال بشتغل كذا. فقلنا له تعالى هنخليك تجيب، يعني علي كان شرحها بمثال واقعي، وقال له هقول لك على سيناريو تجيب بيه اول عميل بالفعل من الناس اللي حواليك. فمثلا انا حد شغال في فلاتر، شغال اي او اس، بعمل ابس وهكذا، فهضرب مثال شبيه للي علي كان ذكره وقتها. حلو. الحكايه من هنا ربما تكون دي اول مره تشتغل، انت ما فيش سابق بورتفوليوز عاملها قبل كده، ما فيش عملاء موجودين تبتدي تستعرض مهاراتك، تستعرض النتائج بتاعتك، فمحدش يعرفك. حلو. ففي الرحله ديت اسرع حاجه واحسن حاجه في وسط دايره معارفك اللي انت تشارك رحلتك. رحلتي ازاي؟ طبعا بيرسونال براندنج، لو حد بيشرح بيرسونال براندنج هيبقى متخصص اكتر في الحكايه ديت واشرحها بشكل احسن، بس هنقول يعني مثال عملي سريع. والله يا بما جماعه يتناسب. انا هروح، انا عارف ان في الاكونت بتاعي في الفيسبوك على لينكد ان عندي في ناس مهتمه شويه، ممكن تهتم بالمهاره اللي انا بعرضها، بعدين هم اصدقاء ليا هيدعموني في اول الرحله. فهروح داخل هبتدي اعلن عن والله انا بدات مجال كذا، شدني بطريقه ستوري تيلينج كويسه جدا، بتحكي قصه عظيمه، شدني المجال الفلاني، فحبيت ان انا اتعلم الرحله ديت بالطريقه الفلانيه والطريقه الفلانيه، فانا منطلق في الرحله ديت، وادعوا لي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي مع بعض. بعد يومين ثلاثه في كورس معين انت طبقت عليه ومشيت، فهتبتدي تستعرض مع الناس اللي انا اتعلمت النهارده كذا، بدات لقيت كورس كذا، عملت البروجكت الفلاني بس كان بتواجهني مشاكل وي وي وي، وشغال على بروجكت بالطريقه الفلانيه، بس يعني ايه هتابع معاكم النتائج بعدين. دي حركه مشهوره جدا الناس بتعملها في طريقه سلسله كتير، ودي حركه طلعت فتره وما زالت حتى الان. اي حد عايز يبتدي مجال جديد بيبتدي يعمل زي مرحله سلسله برحله تعلمه. في اليوم ال20 ليه، بعد 20 بوست، 20 فيديو، 20 ريل، اي حاجه، الناس بتكون اتعلقت برحلته، شافت تطوره. طبعا 20 فيديو ده ممكن يكون على مدار شهرين ثلاثه، شافوا التطور بتاعه، شافوا المنتج اللي هو بيسعى فيه حاليا عامل ازاي، بيشاركهم الرحله بتاعته، شافوا الفاينل بروجكت، شافوا اب بالفعل عمله بيقول لهم انا اتعلمت من كذا وكذا وكذا وشاركت الرحله. في اللحظه ديت بقى كل اللي حواليك عارفين ان انت بتشتغل في المجال دوت، وبعدين انت عندك خلفيه ما. لما هتيجي في المره ال21 وتقول لهم والله انا الحمد لله في بروجكت وانتوا شفتوه، فانا متفرغ ان انا اشتغل، لو حد محتاج حاجه معينه اساعده فيها او كده، هتلاقي ناس، في الغالب هتلاقي ناس. عملت قصه والناس بتحب القصه، البني ادم بشكل عام جدا. بيحب القصه. فدي جميل. اكتر حاجه بتجيب مع الناس، وشفتها كذا مره، علي ذكرها اكتر من مره. انا شفت ناس كتيره جدا على لينكد ان بتعمل الحركه ديت، ما بيكملوش فتره قليله الا سبحان الله بيبقى معاهم عملاء من المعارف بتوعهم. من اقرب، اصل انت يعني مثلا انا بكلم الشباب دايما في جزئيه السوفت وير، او خلينا في اي حاجه يعني، حتى في الماركتنج احنا انت بتقدم سوليوشن، بتقدم سيرفيس الكل محتاجها. يعني اي حد غالبا هيبقى ريليتد بالحته دي، سواء بشكل دايركت ولا اندايركت، بشكل مباشر او غير مباشر. يعني فكره موبايل ابلكيشن كتير قوي هيبقى عاوز يعمل موبايل ابلكيشن بيخدم فكره معينه، سواء للشغل عنده، لواحد صاحبه،
وات ايفر يعني. عشان بس احنا اتكلمنا في الكيس الخاصه بتاعه الموبايل ابلكيشن، قيس الموضوع ده على الويب سايت، قيس الموضوع ده على اعلان لو راجل ميديا باير، قيس الموضوع ده على كونتنت كريتور، وات ايفر بالظبط انت فين. فانت بتقدم سيرفيس غالبا الناس محتاجاها، لان انت اصلا ما رحتش تتعلم السيرفيس دي الا وانت رايح وعارف ان في اساسا طلب عليها. طلب عليها ده مني ومنك ومن الناس كلها. فانت تعرف الناس او تشو الشغل بتاعك، او زي ما الدكتور اتكلم عليها ان انت تتكلم بقى في الرحله، تجيب الرحله بتاعتك من اولها لاخرها. فانت بتحاول تبني قاعده من العملاء، وخصوصا الناس اللي نفسها تبقى زيك بس هي ما عملتش. تمام، ده بيبقى فيه تاثير اقوى واكبر يعني. انا كنت كان لسه في حد حبيبنا كان لسه نزل فيديو امبارح على البوينت دي، بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في جزئيه الشو اوف، او جزئيه ان انت تتكلم عن اللي انت بتتقنه، اللي انت بتعمله، بحيث ان الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. في ناس بتعرف تتكلم عن اللي بتعرف تقدمه وان كان صغير، والناس دي غالبا بيبقى رزقها واسع جدا. تمام، سواء رزقها واسع من الشهره، او رزقها واسع من الفلوس، او حتى رزقها من العلاقات بيبقى كبير جدا، مقارنه بناس تانية التكنيكاليتي عندهم حلوه جدا وشاطرين قوي بتاع، بس مش بيعرف يتكلم او مش بيعرف يقول انا بعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، وبالتالي ما انا اعرفك منين يعني. حتى اول حاجه في بالظبط. اول خطوه في التسويق كانت في الكتاب بتاع خطه تسويقيه في صفحه واحده، بيكلمك اول جزئيه ايه؟ ان انت تتعرف، انت الناس لازم تعرفك الاول، وبعد كده نشوف بقى المراحل اللي بعد كده. طب جميل جدا يا دكتور، يعني انتقلنا من النقطه دي. هناخد سؤال، لو يا شباب حد عنده سؤال يقدر يسال، ناخد سؤالين ثلاثه بس ماكسيمم، وبعد كده نرجع نكمل ان شاء الله الاسئله بتاعتنا ونشوف ان شاء الله. احنا مكملين ازاي. طيب محمد هنا بيتكلم في سؤال مهم قوي. السؤال ده بيجي كتير قوي، بيجي كتير جدا جدا، خصوصا الناس اللي ناس كبيره، او اللي هم شايفين نفسهم ان هم كبروا في السن يعني، اللي دخل المجال ولسه مخلص وعنده 39 سنه. في امل في الموضوع ولا صعب؟ ربنا يبارك للباشمهندس عبد الفتاح. هو هنا بيتكلم على حد في الفرونت اند، هو اتعلم فرونت اند، اتعلم دلوقتي زي بيلد ويب سايتس، وهو عنده 39 سنه. فخلينا ناخد الموضوع من زاويه الفريلانسنج. تقريبا هو في متاثر جدا بالاعلان بتاع وادي دجله اللي هو انت عديت 30 سنه وهكذا. جمهورهم اللي عدى 30 سنه عشان يعرفوا يدفعوا، ومعاهم عيال وبتاع، طبيعي ان هو يتكلم على ابو 30 سنه. سبحان اه الله. يعني انا كنت بتكلم مع صديق ليا حسن النحاس، انت عارف حسن النحاس بالفعل، عارف يعني ما شاء الله حسن، حد كويس طبعا. جدا. اه فاحنا كنا بنتكلم، بنشارك مع بعضنا الرسائل اللي حد بيبعتها مثلا عندي او عند حسن وهكذا. ما شاء الله فوق ال 60 سنه ومخلص، لسه مخلص كورس ايا كان لاي حد في اي مجال، والحمد لله اشتغل وجاب اول جوب ليه على ابورك وبدا ينطلق. فور ففرحت انت فريلانسر. كفريلانسر جميل. فوق ال 60 سنه، فوق ال 60 سنه حد يعني فوق 60 سنه قرر مم. يتعلم مجال جديد وانطلق عليه. 49 سنه انت لسه شباب يعني يا صديقي، انت لسه في عز الشباب والحياه حلوه جدا. هل الدنيا سبقتني؟ العميل مش فارق معاه، العميل مش بيقول لك انت سنك كام، ايه ده، لا انت مم. لا عادي يعني. السوق بيدخل اي حد بيدخله اللي لو هنتكلم عن موقع الفريلانس، عشان هي بس شرطه ان تبقى 18 سنه. لو شالوا الفئه العمريه هيدخلوا الناس 14 سنه عادي، هيدخلوا 13 سنه كمان اه وهياكلوا اللي فوق، وهيدخلوا ناس ال 40 وال 50 وال 60 عادي. السوق مفتوح للكل، ده حرفيا والله مش كلام انشا ولا اي حاجه، عادي جدا جدا. مم. السوق العميل مش فارق معاه السن، فارق معاه انت تعرف تعمل ايه. فانت اتعلمت بالظبط. تعرف تعمل ده، مذاكر فريلانسنج، الدنيا كلها معاك يعني ان شاء الله. جميل جدا. طيب سؤال في حد هنا، ويعني نقطة مرتبطة بالتكنيكال، مرتبطة برضو بشغل شخصي. ازاي اميز نفسي وسط السوق؟ وهنا محمد ابو الحسن بيقول ازاي اميز نفسي وسط السوق، لان طبيعي يبقى في حد احسن مني تكنيكال. مين مش احسن مننا تكنيكال؟ يعني مين مش احسن من مصطفى؟ مين مش احسن من سباعي؟ ما هو اكيد مش لا، رقم واحد احنا في اي حاجه، فعادي. اكيد اكيد اكيد. طبعا. انا بدخل ابورك وانا بقدم على وظيفه، انا بعتبر نفسي دايما وانا بقدم على اي بروبوزال بضغط اللي هي يلا يا سباعي هتبتدي تنطلق وتقدم، فانا بقدم فشايف ان في مقدم قبليه من 20 ل 50 واحد، ابورك بتقول لك كده. فانا مم. تلقائي بقول والله يا سباعي ال 20 دولت اللي مقدمين، في منهم ربعهم احسن منك، في خمسه احسن منك دايركت، اه احسن منك، معاهم بروفايل احسن منك، معاهم بورتفوليو احسن منك، معاهم كل حاجه احسن منك. جميل. فعادي انا هبذل جهدي في ايه؟ في البروبوزال، في طريقه التقديم على الوظيفه، طريقه اللي انا اتناقش مع العميل او اقنعه بيا في الاول. دي اكتر حاجه انا متحكم فيها، حلو. فدي انا ببذل فيها الجهد بتاعي بقدر المستطاع، وبعد كده بحاول اطور من الجزء التكنيكال بتاعي. بس دايما هتفضل وفوق كل ذي علم عليم، فيفضل دايما في حد احسن منك بمراحل مهما حاولت يعني.
فانت حلو. بتعمل اللي عليك وعادي، وكلنا بندخل بناخد الشغل من بعض، ده بياخد شغل من سباعي، وحد لسه بادئ بياخد شغل من اللي واخد شغل من سباعي، وهكذا. جميل جدا. طيب بس السؤال لو هنا، انت عندك لو انت عندك حاجه معينه فيها، انا عارف ان ممكن نتكلم في البيرسونال براندنج هيفرق ازاي وهكذا يعني، بس دي قصه بالظبط، ثانيه هتسحبنا لسكه ثانيه يعني. هي جزئيه الكلاينتس وجزئيه البورتفوليو بتاعك، ده هيبقى هيميزك. سابقه الاعمال م- بتاعتك، احنا هنا مش بنتكلم في التكنيكاليتي على قد ما احنا بنتكلم في البيزنس، وان انت ليك سابقه اعمال اكبر من التاني، وازاي بتعرضها. يعني قبول مظبوط. ده او رفضه، هي دي عمليه رزق. انت سعيت، بذلت مجهودك، عملت اللي عليك وقدمت ومهتم جدا مع العميل، هتجيلك ولا مش هتجيلك دي محدش يضمنها لك يعني بشكل عام يعني. لكن انت مطلوب ولو منك انك تبقى افضل نسخه من نفسك. اتعلمت حاجه بالظبط. معينه، خلاص هات ما تستطيع فيها. بس لو طيب. هنقول حته في السؤال ده معينه، لان والله اكتر العملاء المحترمين اللي اتعاملت معاهم مم. بعتوا لي قبل كده قالوا لي على فكره يا سباعي كان في ناس اتقل منك، قالوا لي نصا كان في ناس اتقل منك مقدمين. فهم العميل مش بيختار الاعلى منك تكنيكاليتي على قد ما بيختار انت الجزء التكنيكال بتاعك يعرف يعمله الوظيفه، اعرف اعمله، مش محتاج الاعلى منك ما دام انت تعرف تعملها لي وانت تعاملك لذيذ وبينت لي ان انت خلاص حد هيعملها بطريقه كويسه. وكمان المهم بالنسبه للعميل معاملات كتيره، هي مش بس معامل الخبره. يعني معامل بالظبط. الخبره عندي مينيمم ريكويرمنتس فيه، عندي معاملات بالظبط. كتيره. الريفيوز بتاعتك، البورتفوليو اللي انت عامله، عدد سنين الخبره بتاعتك، في كونكشنز ولا مفيش كونكشنز، حاجات كتيره بتتكلم في النقطه دي. طب هناخد سؤال تاني، السؤال ده مهم، يعني نقدر نجاوب عليه احنا الاثنين ان شاء الله. ابتدي كده مع حضرتك، عشان هو ريليتد بقى بمين، في المجال الطبي. انا دلوقتي شغال في المجال الطبي وبعمل شيفت، وتعبان جدا بين المذاكره في مجال فلاتر والشغل، ومش عارف هل المجال متشبع ولا في فرصه. واوقات كتير بيجي لي احساس ان كده كده شغال، فبلاش اخد الريسك. ولا رايكم اعمل ايه؟ سؤال صعب يعني، ما بعرفش اجاوب عليه صراحه اجابه منطقيه، لان بحس ان اجابتي هتتحيز للي انا عملته، واللي انا عملته اه. مش لازم يكون صح يعني. امم. انا عملت شيفت بعدين، فهل اللي انا عملته دوت صح ولا غلط؟ سبحان الله، حلو. انا مقتنع دايما بمقوله ان ما حدش بياخد كل حاجه، تاني حاجه انت مسؤول اختياراتك، فهي سبحان الله هو سيناريو معين، اه. فهل اعمل شيفت ولا لا؟ السؤال مش هعرف اجاوب عليه كويس، فخلينا ننطلق للشق تبعك انت. طيب، انا مش شايف ان الموضوع محتاج شيفت. انا شايف ان الموضوع يبقى فيه كومباتيبلتي، تكامل يبقى موجود. كونك بتقولي انت تعبان جدا، ما انت هتتعب، وانت مستني ايه يعني؟ وانت مستني ان انت مستريح يعني ولا حاجه؟ ما طبيعي انت هتتعب. ده الديفولت، حطه كده قدامك وتحرك بناء عليه، وما تشغلش دماغك بيه، لان ده الاساسي. تمام. اما بالنسبه لجزئيه شيفت او انك ما تشفتش، طب ما تاخد الاثنين. لو انت بتشتغل في المجال صعب، والله انت لو استمريت ساعتين في اليوم، 3 ساعات في اليوم ماكسيمم في في الجزء الثاني الخاص بيك، اللي هو مجال فلاتر، معاك لغايه ما تخلص وقتك بما يتناسب معاك، يتناسب مع عقليتك والليرنينج كيرف بتاعك، ويعني التسهيلات اللي عندك تخص حياتك انت، هتوصل وتعمل موبايل ابلكيشنز. وليه ما تعملش موبايل ابلكيشن في المجال الطبي وانت اكتر واحد ادرى بالبيزنس فيه؟ واي نوت؟ ليه؟ وما تبيعوش كمان. لو محتاج حاجات تانية تخدم عليك زي باك اند وات ايفر، لو الموضوع كبير بقى ومحتاج تدخل معاك حتى ناس ديف اوبس، تقدر تعمل الكلام ده، وتقدر تتعلم الكلام ده لو انت قررت ده، حتى لو خد وقت طويل. تمام. حته باخد الريسك وما اخدش الريسك، فاذا عزمت فتوكل على الله. حضرتك قررت، اتوكل على الله. طب ما في شغل؟ لا، في شغل. في شغل في كل حاجه، في اي حاجه في شغل. ما دام الحاجه مطلوبه وموجوده في السوق، فيها شغل. انت ما تشغلش دماغك بحته ايه، طب ممكن القى، طب ممكن ما القاش، وانت عملت اللي عليك. يعني السؤال ده حتى بيتقال في وقته، في اللحظه اللي المفروض يتقال فيها. هل انت عملت اللي عليك اصلا، ووصلت للليفل اللي معاه الشغل، وعملت المطلوب منك من الناحيه الشخصيه، علشان تقول والله هاخد ريسك ولا ما اخدش ريسك؟ مش منطقي. النقطه الثانيه برضو اللي انا بحبها، من ضمن الحاجات اللي احنا اتقولبنا فيها او اتحطينا فيها بشكل مش كويس. يعني انت حضرتك بتتكلم دلوقتي يا دكتور احمد في حته التخصص، انا مع الموضوع ده جدا. بس ده مش الاصل. يعني الاصل ان انت تكون متبحر في اكتر من حاجه، ومعاك العمر لده، ومعاك الزمن لده. يعني مثلا مش هاجي، لو انا هاخدها من ناحيه مش هينفع مثلا ما انتش عارف الاساسيات بتاعتك في الطهاره وفي الوضوء وفي مش عارف ايه الحاجات الاساسيه اللي تخص دينك وتخص عباداتك. ما ينفعش تبقاش عارف، ما عندكش وقت. لا، عندك وقت. انت بس لو وفرت وقت السوشيال ميديا هتجيب اكتر من كده بكتير يعني. تمام. ما ينفعش والله انت راجل شغال في الموبايل ديفلوبمنت، ما عرفتش اساسيات عن الباك اند، الراجل اللي بتتعامل معاه ده بتتعامل معاه ازاي،
ما عرفتش اساسيات تخص الويب، اساسيات تخص النتورك، انت هتقول لي طب ده انا لسه بتعلم فلاتر، اتعلم فلاتر، والكلام ده بيجي مع الوقت وانت بتتحرك اصلا، يعني النولج بتاعتك بتزيد مع الوقت طول ما انت شغال، هتلاقي حاجات كتير بتحتك بيها بتقرا عنها، ومش شرط انك تبقى ضليع فيها، تبقى راجل تنين فيها، لكن مهم جدا تبقى عارف الحاجات دي اكتر من حاجه انت عارفها، زائد المهارات الشخصيه بتاعتك، ازاي تتواصل، ازاي تتفاوض، ازاي تدور على شغل، ازاي تشتغل از فريلانسر، ما هي كل دي مهارات، وعندك الوقت اللي تقدر تحقق بيه ده، ومش مطلوب منك غير الحد الادنى اللي تقدر تنطلق بيه، وفي حاجات بتجيلك وانت شغال ومش هتجيلك غير وانت شغال، يعني في مهارات اصلا انت مش هتكتسبها غير مع عصف ذهني متعب جدا في شغل لازم يحصل معاك، ومتطلبات عميل، وعميل الاتيتيود بتاعه ممكن يتعبك، وممكن تشتغل مع 3 4، وممكن تكون جزء من تيم، ففي حاجات مش هتكتسبها اصلا غير بشغل، والشغل ده مش هيجي غير لو خدت انت الحد الادنى وبتسعى وبتتحرك في النقطه دي، فيعني حته اخد ريسك او ما اخدش ريسك، عزمت توكل على الله، بس نظم وقتك واعمل الروتين ليومك وتحرك في البوينت دي، وهتوصل اللي انت عاوزه بعون الله، وما تسيبش شغلك الثاني الا وانت مكفر الشغل الاولاني بقده او اكبر منه، وتقدر تعمل ده ان شاء الله. طيب انا يعني هوقف الاسئله شويه وهرجع تاني والله. احنا هحاول اقول برضو لكل الناس اللي حاليا دلوقتي بيشوفونا احنا بنتكلم في ايه. احنا لو احنا هنتكلم على الفريلانسنج وايه هو الفريلانسنج وبتاع، في فيديوهات كتيره جدا للدكتور، وفي لايفز وفي بودكاست موجوده ان شاء الله. الشباب بس معانا في تيم ايرا سوفت يحطوا اللينكات بتاعت الحاجات دي، يقدروا يحطوا اللينكات في الكومنتس ويثبتوها علشان الناس تقدر ترجع للدكتور احمد والحاجات بتاعتها والحاجات بتاعته. لكن احنا هنا بنتكلم في ايه؟ في افكار كتيره تخص سواء الخبره العمليه بتاعته في المجال ده، احنا بنتناقش فيها بحيث ان احنا نطلع باقصى استفاده ممكن. طيب في نقطه انت اتكلمت فيها انا اتبسطت منها جدا، وهي نقطه البيزنس والامانه. تمام، وانت بتتعامل مع عميل، لو الموضوع اتحط بيزنس وايز ومن ناحيه الامانه، فالامانه هي اللي بتكسب في كل الاحوال او في غالب الاحوال، وانت عندك طبعا ايه المينيمم ريكويرمنتس زي ما قلنا، الحاجه اللي انت تقدم بيها الخدمه للعميل بشكل كويس. تمام، فانت اتكلمت على قصه مع عميل، عاوزك تسرد القصه دي، وتسرد برضه القصه دي جت ازاي، يعني حتى الخبره اللي جات لك في موضوع العميل ده جات لك على كم مرحله، وانا متاكد قطعا ان حصل فيه اخفاق قبل كده في نفس الكيس زي كده. طيب يعني لو هبتدي من الاول، خلينا اقول حقيقي والله انا مقتنع بان اهم سكيل تكون عند الانسان، بلاش نقولها سكيل بالانجليزي عشان الكلمه تقيله اصلا بالعربي، اهم مهاره عند الانسان انا هقولها باحتراما لكلمه الامانه، يعني ان هي تكون الامانه بتاعته. سبحان الله، حتى في القرآن يعني قصة سيدنا موسى لما سقى للفتاتين وبعد كده لهم قاعدين بيذوبان في الناس فراح سقى لهم، فراحت الواحدة قالت لوالدها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. مش بقى يعني هي القوه وقتها للحته اللي كان بيشتغل فيها سيدنا موسى عليه السلام. الامين هو عنده امانه، فالامين مرتبطه بان خير من استاجرت، احسن حد هتستاجره، فديت نصيحه للعميل، اي عميل، ان خير من استاجرت القوي الامين. امين في ايه بقى؟ امين في اللي هو هيقول لك لو قال لك انا بعرف اشتغل ده فانا بعرف اشتغلها، هو امين معاك. مش بعرف اشتغلها، انا مش بعرف اشتغلها، انا امين معاك، فانا امين معاك في كل حاجه، مش هضحك عليك في النص، مش هاخدك سبوبه فلوس. لان العميل بيفرق معاه ان هو يشوف فعلا انا حد دلوقتي، انا سباعي او مصطفى راح لسباعي قال له سباعي اعمل لي الحاجه الفلانيه، فانا قلت له خلاص اعملها لك. فمصطفى عارف ان انا هدفع فلوس لسباعي حاليا، فلو مصطفى شاف في النص ان سباعي واخده حصاله فلوس بيسحب او كاش ATM بيسحب منه فلوس كل شويه، ويلا افتح له شغل وافتح له كذا عشان عايز فلوس، حتى لو مصطفى مش عاوزها، واحترامي الكامل مصطفى هيلقطني على طول، يعني مصطفى مش بحد بدائي، انا فاهم الليله دي فمش هتعامل معاك. فحكايه الامانه ديت مهمه جدا. القصه سريعا، اللي انا في عميل بشتغل معاه في السوشيال ميديا تبعه، فكل فتره كان بيقعد يبعت لي ايميلات، طبعا اي حد بيشتغل في السوشيال ميديا معرض ان بيجي ناس فبتعرض، وهي حركه مش وحشه عادي، انا بشوفها عاديه. فبيدخل يبعت بالظبط، بيبعت للكلاينت انا شفت السوشيال ميديا بتاعتك فانا ممكن اعمل لك احسن من اللي انت عامله حاليا، وانا عندي كذا وكذا وكذا وهشتغل بكذا وكذا وكذا وكذا. انا الايميلات ديت بشوفها وبسيبها عادي، لان انا معايا يعني الاكسس على كل حاجه طبعا، لان هي من الامانه، الايميل مش مبعوث ليا، هو يختار ويحكم. فهو كل شويه بيعملها لي فورورد. فجي اول مره انا شفت وصيت على الايميل، فقلت له الطرق اللي بيعرضوها عليك دي طرق فيك، هتضر الاكونت بتاعتك مع الوقت، هتعمل كذا وكذا وكذا، شكرا يا سباعي خلاص.
بعديها باسبوع اسبوعين مثلا حاجه في الوقت دوت، راح بعت لي ايميل تاني، فرحت دخلت تاني نصحته تاني، قلت له بص هو دوت هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بس يعني عايز تجرب ممكن اشوف حل، شكرا الاسبوعي خلاص. وبعديها بعت لي من قريب ايميل تالت، اه. فانا قلت خلاص يعني هو دوت كده، ما دام انت مش مقتنع بالليله ديت وانت عايز تجرب، فقلت له بص والله انا بس يعني انا قلت لك ونصحتك، بس يعني انا هعرض عليك الباكج لان انا بشتغل معاه اكتر من حاجه، فقلت له اه. باكج السوشيال ميديا اوف خالص، يلا هنقطعها ودخل التيم دوت، شوف الناس اللي تعمل لك، يلا نبص هيعملوا ايه بجد، وانت اولى لو ان فيها نجاح نجاح ليك. وقلت له بالتفصيل خلاص وانطلق، وعرضت عليه كونتراكت جديد بدل الكونتراكت بتاعي وقللت لي الفلوس. مم. فراح دخل بعديها راح بعت لي رساله، هو لقط لما انا قلت له يلا نوقف شغل مع بعضينا وننطلق معاهم، قال لي انا اسف، هو بعتذر لي بقى مرضى جامد يعني، قال لي والله فعلا يعني في معناه يعني اللي هو انا اسف جدا يا سباقي، اعتذر كذا مره، قال لي انا عارف ان انا بعت لك اكتر من مره بس انت كنت حد امين معايا ونصحتني وهكذا، فانا لا خلاص مش هعمل دوت تاني، انا مقتنع باللي انت بتعمله ويلا نكمل مع بعضنا. طيب الشاهد من الامر في البدايات بكل امانه انا وقعت فيها كتير لما اشتغلت في الاول، لما كان يجي عميل يقول لي في ناس بتقول ممكن نعمل كذا وكذا وكذا، وانا شايف ان الطرق ديت غلط، بس انا العميل دايما على حق مم. بالنسبه لي، بس العميل مم. احيانا كتير مش فاهم، فكنت بقول له بالظبط. خلاص هنعمل زيها ويلا نعمل ويلا نبش ويلا كذا، انا مش عايز اخسر العميل، بالنسبه لي اه. في فلوس هتبقى موجوده فانا مش عايز اخسرها. طب انا عايز كذا هعمل كذا، طب دوت هيضر ولا مش هيضر، العميل اللي طالب بتاعت العميل، فانا هعمل لك كذا هعمل كذا هعمل كذا. بقيت مع الوقت حته ان الفلوس دي ما انا هتحاسب عليها، ما مم. انا العميل دوت مديني فلوس هتحاسب عليها، انا عملت بيها ايه وساعدته ازاي، وهو ما دام جالي واختارني دولا عن ناس تانية فهو حط ثقه ما في وثق. سباعي. مم. بالظبط. فمن امانه الثقه اللي انا اقول له ايه اللي يفيدك وايه اللي يضرك. فانا لما كنت بنصحه يشهد الله كنت بنصحه بنيه خالصه، مش فارق معايا خلاص اللي انا طبعا فارق معايا ان انا اكون محافظ على الشغل بتاعي لان دوت مصدر رزق وهكذا، ما حدش مم. بيتكبر على الفلوس ما دام عميل كويس، اصلا انا تنين مجنح وهقول للعميل في 60 ده هيجي لي 10 غيرك، مش من حتى مش من الاسلام يعني، ده رزق ربنا بعته لك حافظ عليه ما مش دام من عميل الاخلاق. كويس يعني، بالظبط يعني. فانا خلاص انا شايف ان دوت عميل بحاول احافظ عليه، بس في نفس الوقت بنصحه هو مش واصل له دوت خلاص والله لو عايز تجرب معاهم، بس انا نصحتك ليك مش لحاجه تانيه. النقط دي بتفرق جدا مع العملاء ان هم بيلقطوا اللي انت بتنصح ليهم مش عشان سبوبه فلوس وبترفض ليهم. فانا ايه رايك يا سباعي نعمل كذا وكذا وكذا، فلوس كتيره هتجيلي، فبقول له انت مش محتاج دوت. النقطه بتاعت لما اقول له انت مش محتاج دوت واقنعه وفر فلوسك واستخدمها في الحته الفلانيه اللي هي ربنا، مع الفلوس دي كانت هتجي لك انت يا سباعي، فلا مش اه. انا مش عاوزها، استخدمها في حاجه تبعك. ليه؟ لان ما انا بكسب، انا بشتغل معاك فانت بتديني فلوس، فمن الامانه اللي انا اقول لك ده هيفيدك وده مش هيفيدك، انت مستعملني على دوت. اكتر حاجه والله يعني فعلا كانت بتجيب لي شغل، واحسن شغل كنت بجيبه من العملاء ديت لما بيرشحوني الناس بعدين، او نيجي نشتغل تاني سوا او نكمل مع بعض، او حتى راح قال لي شكرا يا سباعي كويس ان انت نصحتني مش عايز اشتغل معاك، هشوف الفلوس دي هحطها في حد تاني اكتر، خلاص انت مرتاح وعارف ان انت كنت امين، فالحمد لله الفلوس اللي تتحاسب عليها في الاخر يوم القيامه انت راضي عنها. بالظبط. جميل جدا. طيب يعني في سؤال عاوز خلينا نعملها كده المرة دي نجرب بس ماشي. الشكل. مهم. هنا في فومو. خلينا نقول انا هقرأ كده. هي تو ذا بوينت. انا خريجة تربية وبشتغل بيها حاليا، لكن مش لاقية نفسي ومش حباها ومش عاوزة افضل في حاجة مش حباها. بالفعل حجزت الدبلومة وهبدأ بعد العيد، ولكن الخوف بيخليني اتراجع، مش عارف اسيطر على الخوف جوايا. ان ازاي هبدا حرفيا من تحت الصفر، اللي هو حد مش عارف اي حاجه ولكن عاوز يبدا ويسعى. هل اواجهه وابدا ولا هقف كتير لكوني بعيده قوي؟ احب اسمع رايك الاول فيها. هي بتتكلم على حاله انسانيه بحته. فكره ان انت اساسا انت لما تيجي تشتري حاجه اصلا عموما بعد ما بتشتريها بتقعد تفكر هو انا القرار اللي انا اخدته ده صح؟ طب غلط؟ طب مش عارف ايه. فدي فطره بشريه في الاساس، لكن هناخدها من ناحيه ايه؟ من ناحيه هبدا من تحت الصفر والله وجهه نظري بشكل عام، عندنا المقدره وحابين نتعلم الحاجه دي ونقدر نتعلمها، يبقى واي نوت. في كل الاحوال انا كسبان، في كل الاحوال انا كسبان. سواء اتعرفت على المجال او اتخصصت بعد كده فيه واشتغلت، او اتعرفت حتى على الكوميونتي اللي موجوده فيه وخدت وجهه نظر حقيقيه عن الحاجه اللي انا هدخل فيها دي او لا. تمام. بس لو في فرصه بديله او في حاجه تانية جدت، الموضوع هنا يدخل تحت مقارنات، وانت ساعتها اللي تقرري. لكن الخوف خوف طبيعي. عشان كده حتى في الماركتينج حاليا دلوقتي بعد ما حد يشتري حاجه
يكون المؤسسه او المكان المسؤول خلاص انت خدت القرار، انا باكد لك ان انت خدت قرار صح، فيروح باعت لك فري سيشن، يروح باعت لك فيديو بيتكلم عن حاجه معينه، يروح باعت لك كيس ستادي، حاجات معينه تبقى موجوده كده بحيث انها بتثبت عندك فكره ان شاء الله انا هقدر ابدا، هقدر اتحرك، هقدر اخد قيمه من الجزئيه دي. طبعا عاوز اسمع بقى ايه رايك انت فيما يخص الموضوع. والله يا رأيي بص، انا هضرب مثال ما. في خطه فريلانس مجانيه تماما منزلها عندي على اليوتيوب. الخطه دي حلو. بقى لها حوالي مثلا ما يقرب من سنه ونص ولا حاجه تقريبا، في رينج سنه ونص تقريبا. اول ما نزلتها في مجانيه، بس هي المجاني بتاعها مقابلها وقت، يعني في وقت انت هتحطه، استثمر وقت، فانت عندك وقت تطلب فيها بدون اي جنيه مرفوع على اليوتيوب. فانا نزلتها ساعتها، ففي كومنت جالي، والكومنت دوت انا خدته سكرين شوت بعديها بسنه، لان هو كتب لي كومنت ثاني بعديها، يعني نفس الشخص اليوتيوب بيحدد لك بعديها. فهو كاتب بيقول يا جماعه هل ابدا فعلا ولا هيبقى مش مفيد ليا؟ لو في حد بدا يا ريت يقول لي نصا، انا خدتها سكرين شوت نزلها عندي قبل كده. بعديها انا دخلت ما ردتش ساعتها على الكومنت دوت، شفته خلاص، لو في حد خلص يبقى يفيده. اه بعديها بسنه لقيت نفس الكومنت كاتب على نفس الفيديو يا جماعه في حد بدا ولا لا، فانا اخدت سكرين شوت للكومنت نفس الشخص، وبعديها بسنه بشويه. فسبحان الله اخدتها واخدت تحتيها عشرات من الناس الحمد لله اللي كانوا استفادوا، وناس تانية ما استفادتش. فانت السؤال هتعرف اجابته منين الا لما تنطلق؟ يعني انت بعد سنه كامله داخل تسال السؤال تاني، وانت كان عندك سنه عارف تتعلم فيها، وعندك الوقت وعندك المقدره اللي انت تنطلق فيها. سبحان الله، كان دايما في احد المشايخ بيقول اللي هو في حد هيجي يقول لك يا شيخ انا الكتاب دوت هيفيدني ولا لا؟ طب اقرا الكتاب ده ولا اقرا الكتاب دوت؟ وتلاقيه بعد سنه يجي لك تاني يا شيخ الكتاب دوت مفيد ولا لا؟ يا باشا انت كان زمانك قريته وخلصته وعملت وعرفت الاجابه بتاعتك لوحدك. فانا شايف لو انت عندك، انت في الاول بتعقلها وتتوكل، انت قعدت تحسب دنيتك لقيت ان في ظروف مهيئه لك، عندك المقدره لدوت، تعرف تعمل دوت، وشفتها ظاهريا مفيده ليك، وحسبت الدنيا سريعه، فاذا عزمت زي ما قلت توكل على الله. خلاص انت عزمت الدنيا بتاعتك، توكل على الله. اصل الاجابه ديت مهما انا حاولت اقنعك اللي هي صح او غلط، انا بحكي من وجهه نظري انا. ففي اللي سال السؤال عندك الوقت وعندك المقدره ان انت تعمل دوت، وقبليها بحثت لقيت الحمد لله الدنيا تمام، بتوكل وهتعرف اجابتك بنفسك. توكل وهتعرف اجابتك بنفسك. طيب انت اتكلمت عن نقطه في الفريلانسنج، انا بس انا محضر يا شباب، يعني محضر عشان ايه؟ سلام السلام السلام. لازم اذاكر يعني، طبيعي يعني ناخد وقت ونجتهد ده عشان نقدر نطلع باستفاده كويسه ان شاء الله. طيب انت اتكلمت على جزئيه، ربطت الموضوع بقصه سيدنا يوسف، ورحت اتكلمت على سيدنا يوسف لما الرؤيه المشهوره في قصه سيدنا يوسف وسبع بقرات السنان ياكلون سبع عجاف وهكذا، واتكلمت على طريقه تعامل سيدنا يوسف مع السبع سنين اللي فيهم خير، علشان هو مستشرف وعارف، هو ما فيش، هي رؤيه حق ان شاء الله، بس هو مستشرف وعارف ان في سبعه هيبقوا قحط. واتكلمت عن الموضوع ده بما يخص الفريلانسرز. عاوز اخدها من وجهه النظر دي، وايه النصيحه اللي انت بتقدمها وليه بناء على شغل الفريلانسنج. طيب يعني في البدايه سيدنا يوسف عليه السلام هو كان خلاص على بينه من القول، فما فيش اللي هو اصل ممكن يحصل، لا هو متاكد من دوت، خلاص هو رؤيه بالنسبه له رؤيه. فسرها، فهو يعني هو عارف ان دوت حق. فهو خلاص قال لهم ساعتها في 7 سنين هتزرعوا فيها الدنيا تمام وكل حاجه، بس هيجي بعديهم 7 عجاف بقى، في قحط شديد هيحصل. فمن دلوقتي ابتدوا استثمروا ال7 سنين الكويسين معاكم، عشان السبعه اللي هيجوا لا محاله والعالم كله هيحتس فيهم. فالحمد لله هم ياخدوا بالاسباب ديت. احنا نطبق من دوت منين برضه؟ سبحان الله، يعني ربنا اللي بيقص علينا قصه الانبياء فيها جزء ترفيه عن النفس وهكذا، وفيها جزء اللي هي بيسلي عن النفس وتسمع قصه كده، بس سبحان الله فيها عبر ما كان حديثا يفترى، يعني خلاص في عبر مهمه، والواحد بيتدبر فيهم وبيشوف الدنيا ماشيه ازاي وبيستنتج ايه اللي ممكن يعمله. من تدبر الايات ديت، طبعا مش تدبري انا الشخص، يعني انا سمعتها من حد وهكذا، ان هو سبحان الله الواحد يبقى على بينه في تحضير اموره الماديه بعدين، اللي هو يبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي، زي ما سيدنا يوسف كان بيستعد ماديا واقتصاد الدوله والعالم كله، فانت تبقى عارف ان في فريلانس شئت ام ابيت بيمر عليك ايام عجاف، اسابيع عجاف، شهور عجاف، مفيش شغل، الدنيا مريحه، مش عارف تجيب عميل. طب حتى يا سباعي لو كنت معاك نوبل في الفريلانسنج في المهاره بتاعتك، يعني اي افتكاسه، هتمر عليك وقت لو عديت على سنين طويله. انا ما اعرفش اي فريلانسر مر على سنين، اشتغل سنين فريلانسنج وما وقعش في النص، الدنيا ما كانتش ماشيه معاه كويس، مش عارف يحسب حساباته. فمن البدايه انت عارف ان في ايام مش احسن حاجه معاك، فالطبيعي ومن العقل من المنطق والحكمه ان الواحد لما يبتدي يشتغل
وربنا يكرمه في شغلانه معينه، يبقى عارف انت دوت مش شغل فول تايم ثابت في شركه حكوميه هتاخد فلوس كده كده، سواء بقى كان في شغل الدنيا مريحه ولا لا. لا، انت اللي بتستثمر مع نفسك. فشيل جزء من الفلوس تبعك عشان هيجي وقت هتحتاجهم فيه. لو صرفت كله مره واحده وقت الايام العجاف ديت انت مش هتعرف تعمل حاجه. فوقتها هتقول والله المهاره ديت انا بقيت قاعد محتاس، مش عارف اظبطها، مش عارف اظبط مادياتي، فواضح ان الفريلانسنج دوت مش مجالي، فمش هكمل فيه. مع ان من البدايه انت اللي مش فاهم يعني ايه فريلانسنج، فمش عارف ان هو ربنا هيكرمك فيه، او المتعارف بتاعه ان انت ربنا بيكرمك فيه فتره مثلا كويسه، فهتشتغل شغلانه بفلوس كويسه والشغلانه الثانيه بفلوس عاديه، وبعد كده تريح. بعد كده يجي لك وظيفتين كويسين جدا، بعد كده تريح، تلاقي ثلاثه تريح. فانت لو مظبط سيستمك اللي بتحسب فلوسك كل 3 شهور 6 شهور، لما بيبقى معاك فلوس زياده بتحوش من ده لده، لو ما عملتش ده مش هتعرف تكمل في الفريلانسنج، شئت ما بيت يعني. جميل جدا. هناخد سؤالين وهنختم ان شاء الله بالجزئيه الخاصه باداره الذات والانتاجيه. السؤال الاول خاص بسمير السيد. سمير حبيبي كان بيتكلم، كانوا عايزين نتكلم هندسه عن ازاي نلاقي شغل، خلصت سيستم كويس في مشروع التخرج. جميل جدا يا سمير. انا هنا هجاوبك باللي اتكلم فيه الدكتور في الاول خالص على موضوع الفريلانسنج. احكي قصتك، لازم تتعلم ده، لو مش بتعلمه لازم تتعلمه، سواء سمير او اي حد تاني. تمام؟ احكي قصتك في الحاجه اللي انت بتعملها. لو انت حاضر معانا من الاول، انت عملت ايه خلال رحلتك، المشاريع اللي انت عملتها، وما توقفش عمل مشاريع وتتكلم عن المشاريع دي. تتكلم انت بتعمل ايه، وايه البروجكتس اللي انت اشتغلت عليها، وايه الحاجات اللي انت بتتعلمها. ولو انت بتذاكر كورس جديد، اتكلم عن رحلتك في الكورس ده، وبدات في الكورس ده وعملت ايه من الكورس ده. وضروري جدا تظبط لينكد ان بروفايل بتاعك، وضروري جدا لازم تظبط الانجليش بتاعك. الحاجات دي هتساعدك كلها مع بعض مع السي في. انت تعمل سي في كويس عشان تقدر تقدم على شغل في شركه، وعشان تقدم على شغل في شركه هم محتاجين برضو سابقه اعمال. مشروع التخرج جزء من سابقه الاعمال بتاعتك. لازم يكون عندك مشاريع تانية، وانت عندك النو هاو وعندك البيز اللي تقدر تبيلد بيه بروجكتس وتقدر تطورها ان شاء الله. في حد تاني يا دكتور حضرتك انت اللي تجاوب عليه؟ السلام عليكم، انا خلصت دبلومه فرونت وللاسف وقفت مذاكره ومارست تراك بقالي 4 شهور بسبب اني خلفت. اقدر اعمل ايه علشان ما انساش التراك والمذاكره والتعب اللي تعبته ما يضيعش على الفاضي؟ رجاء افيده. يعني حد بدا في مجال واتيفر التراك ووقف لاسباب قهريه عنده وعاوز يرجع، يعمل ايه؟ يرجع. اجابه رخمه انا عارف. بس يرجع ياخد اكشن. سبحان الله. يعني انا بفتكر انا كنت في بودكاست مع دكتور عبد الله حبشي، دكتور هو مدرس كيمياء يعني، بس هو دكتور صيدلي. فكنا بنتكلم اه على حكايه مثلا طالب الثانويه عامه لما بيبتدي بيخلص المنهج او بيخلص جزء كبير من المنهج ويجي في اخر السنه فينسى اللي هو ذاكره، مش عارف يعمل اي حاجه. فلما اه بيراجعوا بيسترجعوا بشكل اسرع. يعني انا اخذت فيه 4 شهور، هسترجعه في شهر. فالاربع شهور هم ما ضاعوش، انا ذاكرت حاجه وخلصت 4 شهور وقطعت شوط. عايز ارجع خلاص، انا لقيت نفسي عندي الوقت والحمد لله، وشايف ان الدبلومه ما زالت مهمه وهكذا وممكن اكمل بيها. خلاص هرجع تاني اذاكر اللي انا قعدت فيه 4 شهور هرجعه في شهر. يا ريت مثلا ممكن اتعلم بقى من اخطائي اللي فاتت. لو انا لقيت ان الاسترجاع صعب شويه فابقى باخد نوتس. دلوقتي حاليا في كذا حاجه بتسجل بيها وبتسترجع بيها معلومات كويس جدا. نوت بوك ال ام مثلا بتاع جوجل، لو انت بتذاكر حاجه معينه خد نوتس فيها، خد ملاحظاتك ابتدي سجلها، اتعلم وهكذا. وخليه كل فتره يعمل لك ملخصات عن اللي انت ذاكرته، يقول لك الدنيا ماشيه ازاي، اتعلم عليه. فهي انا شايف ما دام شفنا العادي سبحان الله في ظرف قهري حصل، يعني دي اراده ربنا، وقفت غصب عني كويس جدا، اراده ربنا، هرجع تاني ما ارجع. يعني الموضوع اللي اخدت فيه شهور هرجعه اسرع، وهحاول اشوف لو في حاجه مذاكره احسن هذاكر بيها وربنا يكرم. جميل. لو انا بقى هساعد بنصيحه تفصيليه عشان ايه، حلو. انا في الحته دي بشكل عام، ترجعي بكراش كورسز الاول. شوفي كراش كورسز. كراش كورسز اللي هو كورس ساعه ساعه ونص يلم لك الانفورميشنز بتاعتك، وبمشاريع تبداي تعملي بروجكتس بحيث ان انت تسترجعي المعلومه كده كده هترجع. ما تلاقيش عامله زي واحد مثلا متعلم العوم واديله 10 سنين وبعد كده نزل البحر، اكيد هيعوم يعني، مش ما هيعومش، اكيد هيعوم. فنفس القصه عندك. فما دام انت عملتي براكتس او طبقتي كتير، هتلاقي الموضوع ان شاء الله تقدري عليه. فترجعي within projects من خلال مشاريع. تمام كده، سواء المشاريع تعمليها لوحدك او مشاريع تعمليها بمساعده حد يكون في منتور شيب معاكي وات ايفر. وخدي الخطوات دي مع الاخذ في الاعتبار يا شباب. احنا كتكنيك، التكنيكاليتي لوحدها مش كافيه ليك خالص، مش هتقدر تشتغل بيها لوحدها.
او اي حد في اي مجال مش هيعرف يشتغل بالتكنيكاليتي لوحدها. مش هينفع تشتغل وانت السي في بتاعك مش مظبوط، مش هينفع تشتغل وانت ما بتعرضش شغلك، مش هينفع تشتغل وانت لينكد ان بتاعك واقف غالبا يعني، تمام؟ مش هينفع. مش هتشتغل ازاي؟ هو في حد عارفك؟ مش هينفع تشتغل وانت ما بتقدمش على وظائف، يعني قاعد كده وبتذاكر وفاتح الشاشه. حلو. وبعدين في ايفنت ظهر قدامك في التك، روح الايفنت، انزل الايفنت وتعرف على ناس في التراك بتاعك وعرف نفسك بيهم، تمام؟ في كورس انت كنت موجود فيه، لو انت خدت كورس ما في ناس كانت معاك في الكورس، شوف الناس دي وتابعها. ولو انت بتظهر قدامهم كتير بالشغل اللي انت بتعمله، صدقني اللي هيشتغل فيهم ومحتاج حاجه هيكلمك، هو عارفك، تمام؟ فانت بس تتحرك في الزوم بتاعتك بشكل كويس within، زي ما قلنا ايه، within projects. لو من غير مشاريع يبقى ما عملناش حاجه انت في مجالك. طيب، آه انت دلوقتي از فريلانسر، انت سولو فاوندر زي ما بيقولوا، يعني ممكن نقول كده، انت راجل بتعمل بيزنس يعتبر بكل حاجه فيه. انت محتاج تسوق بما يتناسب معاك از فريلانسر، محتاج في احيان كتيره بتتعلم ازاي تكتب، ازاي تعمل بورتفوليو محترم. دي مهارات. البرزنتيشن سكيلز بالنسبه لك مهمه جدا، الكوميونيكيشن سكيلز مهمه قوي، تمام؟ في شويه حاجات كده انت لازم تتعلمهم از فريلانسر. انت كنت اتكلمت من ضمن الحاجات اللي اتكلمت عليها في اداره يومك، لانه يوم بيبقى في حاجات كتير قوي غير التكنيكاليتي. ميتنجز مع العملاء، هتحضر الميتنجز كتير منها بيفيل، وكتير منها وربنا بيكرمك في كتير، تمام زي الفل. ازاي بتدير ده؟ وكنت اتكلمت على تول من اهم التولز وهي نوشن، وانا حاسك يعني نوشن بالنسبه لك حاجه واو، تمام؟ انا كتير بيتكلم عن نوشن لحد دلوقتي، استخدمتش نوشن الاستخدام الامثل صراحه يعني. انا بحب الورقه والقلم اكتر، بس انا متاكد ما دام في زخم كبير كده على نوشن بالشكل المرعب ده، اكيد له فايده للناس اللي بتستخدمه واللي بتحبه يعني، تمام؟ فانت عملت الموضوع ده ازاي؟ وانت قلت ورقه واحده في نوشن او صفحه بيج واحده في نوشن ملخص فيها الكلام ده. يا ريت لو تشرح لنا البوينت دي بشكل كده بشيء من التفصيل. طيب يعني هي مشكله الفريلانسنج، انا لما كنت شغال مثلا في المستشفى، فانا عارف ان انا مضروب بالجزمه الساعه 8 الصبح، قايم من مهما كان في مودي مش احسن حاجه، اجباري هصحى، اجباري هروح في الميعاد المعين، هخلص هرجع، فيعني مهما كان المود بتاعي. فالشغل اللي انت شغال فيه في مكان معين بقى، سواء بقى فول تايم بارت تايم، بس مكان بتروحه خلاص، انت الدنيا متظبطه في سيستم محطوط لك من فوق انت ماشي عليه. لو انت فريلانسر في الغالب بتواجه المشكله بشكل كبير جدا. انا لو مكسل وعايز انام هنام، محدش يقول لي اصحى، في شغل في الاخر هضغط نفسي في اي وقت واخلصه. بس للاسف لما بتمشي بالريتم دوت ما بتكملش، بتفشل كتير جدا، بتلاقي في فرص كتيره انت مش معتبره شغل، بتحس اللي هو ايه، اتس هوبي، هوايه بقى، بتصحى وقت ما تحب تشتغل ما تحب. ففي الغالب شئت ام ابيت هتفشل، لان انت حتى ما احترمتش كونه شغل عشان ربنا وفقك ليه، تبقى اخدت بالاسباب وسعيت وقاعد مستمر. فدي كان بالنسبه لي مشكله بتحصل وما زالت بتحصل حتى الان يعني. فحتى مهما حاولت قلت انا منظمها وبشرح نوشن، لا بقع فيها كل شويه، بس هو جهاد نفس، هتفضل دايما في جهاد النفس هكذا. بس من جهاد النفس اخذت الاسباب. فاكتر حاجه اخذت الاسباب فيها، انا كنت دخلت اول مره مع نوشن كان مع كلاينت اشتغلت معاه، كان بيستخدم نوشن. نوشن قوته في ان هو مش لوحدك قوي، يعني لو الورقه او لو انت بتشتغل لوحدك فقط ما بتتعاملش مع حد خارجي، فالورقه والقلم اكتر من كافيه ووافيه، لو انت ماهر فيها بتعرف تعملها كافيه، يعني ما تستنش اي حاجه ثانيه. انا كل الناس من محبينها وهي كفايه. بس في العصر حاليا انت بتشتغل على مشاريع مختلفه، كل مشروع جواه حاجه، كل حاجه جواها تنظيميا، عايز توصل لحاجات بسرعه، عايز تظبط امورك. احيانا بتبقى الورقه والقلم مش اسهل حاجه. يعني ابسط الامثله خاصيه السيرش مش موجوده في الورقه والقلم، يعني انما في السيرش في نوشن موجوده. فنوشن هو نظام معمول انتاجيه كويس جدا متكامل في كل حاجه مع بعض. فانا لقيت اني بعرف اقيس وقتي عليه، بعرف اقيس الدنيا بتاعتي عليه. انا حاليا بحب قبل ما انام بالورقه والقلم بروح كاتب، انا بخطط فرق القلم، عايز بكره اعمل كذا وكذا 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 وكذا. تاني يوم في صفحه معينه انا عاملها في نوشن، عاملها حاجه اسمها تو دو ليست، اللي هي ذكيه جدا. انا بروح صاحي الصبح، خلاص اللي انا كتبته في الورقه ببتدي احطه على نوشن جدول مهام، وببتدي اتعاقب بقى الوقت بتاعي. لان انا كنت بشوف ان انا في البدايات ممكن اشتغل يوميا 8 ساعات، واجي بعد 8 ساعات انا اشتغلت ايه؟ انا مش عارف، مفيش اي حاجه بتتراك الوقت بتاعي، فوقتي اتسحب سحبه عظيمه جدا. حاليا في نوشن انا بكتب المهام اللي انا عايز اعملها في اليوم، خلاص هبتدي الصبح هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وحاطط بوينت معينه كده، تايمر بدوس عليه قبل ما اشتغل اي تاسك، فبدوس عليه كليك، وقت ما اخلصه بدوس ستوب، فهو بيحسب لي انا اشتغلت هكذا. طبعا بالطريقه اللي انا ببقى متعود ان انا في الفتره الفلانيه اللي بشتغل فيها ما فيش اي مشتتات تانية، مش بشتغل على بروجكت سايد بروجكت تاني، لا كل بروجكت لوحده. فدي بالنسبه لي احسن حاجه ظبطت لي اليوم بتاعي. يعني لما بستعملها صح دي اكتر حاجه بتظبط لي، انا عارف يومي بيروح فين، وقتي بيروح فين، عارف انا شغال على ايه حاليا.
كل حاجه جواها البحث بتاعها. يعني تمبلت موشن انا عامله فور فري، فممكن حتى يعني ابعته للشباب لو حد عايز يستخدمه. جميل بالنسبه لي فارق معايا جدا جدا جدا، بستخدمه حتى الان يوميا، داخل في حوالي مثلا 3 شهور ولا حاجه، جميل مظبط لي دنيتي باحسن طريقه عملتها قبل كده. حلو. طيب على نفس النسق ده، مع ثوره الاي اي واللي بيحصل فيها والاي اي ايجنتس وشغلها والباور بتاع اللي بقى موجود دلوقتي، انت كنت اتكلمت على جزء مهم جدا بيخص استخدامك للاي اي اوتوميشن بشكل او باخر في انه يرد على العملاء ويتابعهم، وكمان كان في ريزلت من الكلام ده بناء على البيزنس بتاعك از فريلانسر في كورس معين انت بتبيعه، هو كورس الفريلانسنج. تمام. في كورس الدكتور عمرو شباب، انتوا نزلتوا الكورس ولا لسه؟ اللي انت كنت، ولا لسه، ولا ايه الكلام؟ نزل ولا لسه؟ احنا الشباب لا لسه ما فاكر لسه اتكلم على لا. خطه الفريلانس، لا لسه يعني حاجات مم. تكنيكال كده، فعاملين بنعيد في حاجات فيها. اوكي ماشي. في كورس معين اوكي انت حضرتك بتتكلم عليه، فالكورس ده المفروض عاوزه يتباع، بس انت بتستخدم تولز الاي اي في البوينت دي. فلو انا هتكلم على شخص من الاشخاص الموجودين دلوقتي بيبيع اي حاجه، بيبيع منتج وات ايفر، بيبيع ايه الخطوات اللي انت عملتها واتعلمت ايه في الجزئيه دي، والاي اي ساعدك هنا ازاي وامتى؟ طيب انا ليه عملت الحكايه ديت؟ من قريب انا كنت انا شغال، ما زلت شغال مع هذا الكلاينت حتى الان. هو حد في امريكا معاه شركه تنظيف، يعني الناس بتكلمه بتحجز معاه انا هحتاج حد ينظف البيت، فبيبعت المنظفين اللي عندهم بيظبطوا الدنيا، بيحاسبهم على الفلوس. وما شاء الله شركه كبيره يعني تقيله، بتكسب كويس جدا يعني. جميل. دخلت لما خدت اكسس اكتر للسيستم اللي بيشتغلوا عليه، لقيته نفس السيستم اللي انا بستعمله في شغلي. انا بستعمل حاجه اسمها جو هاي ليفل، يعني في حاجات سي ار ام كتير، بس انا بستخدم جو هاي ليفل وهكذا. فلقيته نفس السيستم. فخليني اقول لك التجربه اللي بتحصل حاليا ايه. اللي بيتصل بيحجز استشاره، او مش عايز حد ينظف له البيت، بيرفع سماعه التليفون بيتصل، اللي بيرد عليه ثم بياخد منه البيانات، ثم بيشوف الكالندر عندهم فيها مواعيد فاضيه ولا لا، ثم ياكد عليه ويدي له سعر، بيقول له شقتك مساحتها كام، وياكد عليه ويدي له سعر الشقه بتاعته ويكونفيرم عليه. بعد كده يرجع يبعت للناس اللي بتنظف ويتواصل معاهم على الواتساب، فياكد معاهم انتوا عندكم تنظيف في المكان الفلاني، فيقولوا اه تمام، فيبعت للعميل يكونفيرم معاه، فيحاسبه، فياخد الفلوس، فيطلع له الفاتوره، فيأكد معاه، فيبعت له التقييم، فياخد الصور. القصه دي كلها اي اوتوميشن. اوتوميشن. فهو من اول اللي بيرد لحد اللي بيسجل كل حاجه كان اي انت كله. بنيت القصه دي كلها، انت بنيت الورك فلو ده كله؟ فبدات اشتغل بيه شويه، مش كله، بس انا استخدمت في حاجه معينه. انا استخدمت الاي اي ايجنت اللي موجود فيها، فقلت والله اه اجرب. بالفعل انا في تيم عندي بيساعدني، بس اللهم لك الحمد الفتره الاخيره كنت بنزل حاجات كتير، فكان بيجي عليها كومنتس كتير، فجي في يوم معين جالنا حوالي 4000 رساله. نزلت حاجه واو. فترد عليها ب 4000 كومنت، 4000 رساله. فال 4000 رساله في ناس بتبعت لي حاجات تانية كتير، منها حاجات مهمه ليا، ومنها ناس بتسال عن حاجات في الفريلانسنج، اسئله انا مجاوبها عادي على اليوتيوب. فحبيت اه اعمل اي اي بوت، جربت الاي اي بوت، بدات دخلت اديته نولج بيز، دي اخذت مني فتره بشكل كبير شويه، بس امم بدات افصصه انت تجسيب بكل حاجه المعلومات عندي اه. بالظبط. يعني كل انت اصلا المعلومات لازم اللي يكون عندي عندك في النولج الفريلانس. بيز اصلا. غير كده هيسوحك، غير كده هو اي اي، ما انت ممكن تربط اي حد ممكن يربط السيستم بتاعه بشات جي بي تي، فشات جي حلو. بي تي اللي هيرد، بس هيرد امم بناء على ايه؟ اي حاجه في دماغه. فلا انا عايز رد بس باللي انا مديهولك، دي طريقتي، ما تجودش، ما تغيرش الاختلاف بتاعي. فمن ضمن حلو. الحاجات اللي لقيت الناس تسالني فيه الكورس بتاعي الدنيا ماشيه ازاي، فاديته نولج بيز على الكورس، وقلت له صراحه ما تبيعش، ما تبينش الناس اللي انت بتبيع، فقط قول لهم لو حد بيسال حاجه قول له الاجابه. فبدا الاي اي هو ذكي جدا، انا مديله معلومات كامله في كل حاجه، فلقيت في ناس تسال في حاجات معينه فهو بيجاوب عليهم، فيسالوا سؤال تاني فيتدرج معاهم، فسؤال ثالث يبتدوا طب هو سباعي عنده حاجه معينه، ده عنده كورس عنده كده، ده بجد اشترك فيه ازاي كذا اتفضل لقيت الكورس بتاعي بيتباع بالاي اي بوت، وانا ما كانش في دماغي. فلقيت ان في اه حاجات، طب ما في حاجات كتير، فرص كتير انا سايبها، فيا اما يكون معايا حد بيرد واحد واحد، يا اما ممكن تعمل اي اي بوت. الحمد لله حاليا شغال كويس جدا. يعني انت لو دخلت، اي حد لو دخل عندي على البيج بتاعت الفيسبوك يدخل يكلمه، اللي هيرد عليه اي اي بوت، بيكتب في الاخر من تحت سباعيز اي اي بوت، هيدخل معاك دردشه كامله، قوي جدا قوي جدا جدا يعني. جميل. من خلال جو هاي ليفل صح؟ من خلال جوه ليفل اه. جميل جدا. طيب يعني استخدام الاي اي هنا في عمليه اوتوميشن، عمليه الرد بشكل معين بناء على اكسبيرينس محدده. لازم الاكسبيرينس الشباب اصلا تبقى موجوده عشان تعرف تغذيه صح. لازم انت عندك اصلا الاكسبيرينس عشان تقدر تديها للتول بتاعتك بتاعت الاي اي، عشان بعد كده تتحرك بناء على الدايركشنز بتاعتك
از اكسبرت. فالنقطه دي نقطه مهمه نخلي بالنا منها وانت بتستخدم التولز، عشان ما تحسش انك ما عملتش حاجه او ما استفدتش حاجه. تمام. طيب مظبوط. انا هنا يعني خلصت لحد دلوقتي. هختم بحاجه بسيطه حضرتك تتكلم عليها، انك لو حابب تدي نصيحه للشباب فيما يخص مجال الفريلانسنج. حاسس ان هي نصيحه بقت مقربه جدا، يعني لو اي حد من الشباب سمع لي اي حاجه قبل كده فدي دايما بختم بيها. بس يعني مجرد انا يا عم مش نقاش. مهما كان انا بحب اكررها جدا يعني. دايما اه دي اخر حاجه، لو حد قال لي اختم بحاجه بختم بيها على طول يعني. جميل. في مجال الفريلانسنج دايما بحب اقولها، ان لان انا ليه بنصح بيها، لان انا اتسوحت فيها فتره طويله وجهدت نفسي كتير جدا يعني. في مجال الفريلانس ممكن جدا لو مصطفى دخل عمل بحث عن سباعي فيعرف سباعي تقريبا كسب كام، فانا ادخل على مصطفى اعرف تقريبا مصطفى كسب كام، فادخل اخد نص ساعه من السيرش فاشوف ايه ده فلان بيكسب كذا وعلان بيكسب كذا والدنيا وهكذا، والناس ديت ده انا اتقل منهم، ده انا اللي معلمهم يعني، ده واخدين الكورس بتاعي ودخلوا بينافسوني وكسبوا اكتر مني. طب فالفريلانسنج فيه تسويحه فلوس كتير جدا، فلوس رايحه قدامك فلوس جايه، فانت لو دخلت الدوامه ديت انت اتسوحت جدا. فدايما بحب اذكر نفسي، ودي ايه قرانيه انا لما بفتح شغل يعني نوشن بيفتح لي عليها، انا قايل له افتح لي على الصفحه ديت فيها ايه: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ظهرت الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. سبحان الله، الفلوس كل واحد معاه فلوس ربنا بيمديها له ورزقه موجود عشان دي فتنته، فتنه سباعي فلوسه وهكذا، وكل واحد معاه فتنته. ما تروحش بقى فتنه يعني، خليك في فتنتك انت، في فلوسك انت، وسيب غيرك في فتنته. انت مش عارف الدنيا ماشيه بيها ازاي، مش عارف هل هو تعب ولا لا، ولا ربنا كرمه عشان يختبره في حاجه معينه وفي حساب بعدين. لان في الاخر لو حد راح السكه ديت صعب يطلع منها الا بجهاد نفس كبير جدا. فمن البدايه ما تروحهاش عشان الشيطان هيوديك ليها عشان يثبطك، اللي هو بقى اقعد بقى خلاص الدنيا مش بتاعتك واللي سبق سبق، وانت هتنافس دولت ازاي، وبص ده بيكسب احسن منك، وهتلاقي نفسك بتحقد على اخوك اللي هو المفروض تدعي له بالخير فتقول مش انا هو بيكسب وانا لا. فسكه مش نهايتها كويس. وحشه جدا. فانا لازم دايما بنصح بيها تتحكم دايما. في الزوم بتاعتها. يعني فكره ان انت يكون عينك على حد انت ممكن تغبطه او تشوفه في حاجه كويسه فانت عاوز تبقى كويس، دي موجوده لكن في منطقتها بشكل عام يعني. بالظبط. وروح اتعلم منه، يعني انا دايما ادخل ابحث على اي حد اتعلم منه، انما مش ده بيكسب وانا لا. ليه؟ لو رحت السكه ديت صعبه جدا تكمل. بتحصل فين بقى في الكورسز عندنا؟ بيكون في طلاب الكورسز لما بتبدا مستويات، وده طبيعي، كل واحد على حسب الباك جراوند بتاعته اصلا، وهو جاي منين، واتعلم قبل كده ولا لا، وعمل حاجه قبل كده بايده ولا لا. فخصوصا في بدايه الكورس الكلام ده كله بيحصل في البدايات مش بعد كده. تمام؟ يعني في النص بيبقى كله ايه، كله سمك لبن تمرين، بقى كله ما عندوش النولج، ما اتعمقش كفايه اصلا في الحته دي. فبتلاقي ناس بقى سابقه الى حد ما عملت حاجه معينه، ففي شخص تاني ده انا ما بعرفش حاجه، ده الناس كلها احسن مني، ده الناس مش عارف ايه وبتاع، ويبص فعلا وممكن ياخد قرار بان هو ينسحب ده حقيقي. حقيقي. كتير كتير بيعمل كده. انا سعيد جدا جدا بالميتنج ده. زي ما قلت لحضرتك انا استفدت اصلا على المستوى الشخصي وانا بعمل سيرش كده وبقرا النصائح اللي انت اتكلمت فيها والتوبكس اللي انت تطرقت ليها على لينكد ان او على الفيسبوك. آه، ف... ف يعني مش عاوز اقول انا اكتر واحد يعني، بس انا مستفيد بشكل كبير ان شاء الله. واتمنى يكون كل الحضور معانا استفادوا. ما تنسوش يا شباب لو حد فيكم فعلا مستفيد من اللايف ده بشكل كويس، يبقى ما يترددش لحظه ان هو يشير اللايف ده، يبعته لحد مهتم، حد يعني محتاج ان هو يعني يشوف خبره حقيقيه من شخص في المجال ده، في مجال الفريلانسنج، بكيسز بقى. احنا اتكلمنا، ما احنا ما قعدناش نتكلم في نظريات وقصص ومش عارف ايه، احنا اتكلمنا في كيسز اخدناها واتناقشنا فيها، بحيث ان كل واحد يسقط ده على نفسه، يسقط ده على اللي عنده. القاكم على خير. في فزوره برمجيه المفروض في الاخر خالص، انا ناسي الفزوره اصلا، مش فاكرها كلها، والتليفون معايا فمش فاكر، لكن دلوقتي حالا واحطها والناس تكتب، وهنختار حد عشوائي ان شاء الله، والمكسب او الناس اللي هتبقى تكسب هتبقى في الاخر خالص. عاوز اوصفها برضو بشكل يعني تقدروا تعملوه. احنا عندنا مجال من اشهر المجالات اللي موجوده واكثرهم واهمهم بجد، واهمهم هو مجال اسمه يو اي يو اكس. فانا محتاجك توصف لي الفرق بين اليو اي يو اكس في جمله بسيطه لا تتعدى
عاوزين لا تتعدى ال 20 كلمه، تمام؟ لا تتعدى 20 كلمه تحت اي بند من البنود، وصف شافي للمجالين دول، والاختلاف ما بينهم، وادق وصف ان شاء الله، او اللي احنا نختاره، لان ممكن ناس كتير تجاوب بشكل كويس. فانا محتاجك ايه، لو عرفت تذاكر على حته اليو يو اكس، او حته، طبعا كله هيستخدم شات جي بي تي وهيروح ايوه. انا اروح استخدم شات جي بي تي دلوقتي حالا. او جوجل. يلا يابا. تمام. انا عاوزك توصف ده عشان تستفيد، يعني اتعلم معلومه واكتب الكومنت على نفس اللايف، واحنا ان شاء الله نختار حد عشوائي بشكل عشوائي ان شاء الله. يمكن تكون انت ويكون له هديه ان شاء الله، تكون هديه ماديه 250 جنيه 500 جنيه، يعني الله اعلم. وان شاء الله تتكرم ان شاء الله في على نهايه رمضان، او قبل النهايه بحاجه بسيطه ان شاء الله تتكرم. هتلاقي الاجابات دلوقتي جايه لك. حسنا سوف اقوم بالاجابه فيما لا يزيد عن 20. انت سألت ممكن سؤال مميز جدا وانت شاطر قوي. وانا بحييك على انك سألت السؤال ده ممتاز. تعالى بقى اجاوبك عليه. فيعني والعميل مش ابن خالتك، ممكن يبقى العميل ابن خالتك يا محمد يا زيدان عادي. ممكن العميل يبقى ابن خالتك. ده محمد سباعي. ايه ده محمد مين زيدان. اللي كاتب محمد العميل مش سباعي؟ ابن خالتك، كاتبها مش ابن انا سايبها لكم متعلقه فوق اهي، لو حد مش عارف يقراها لسه. ايوه. آم، اشكركم جزيلا، جزيل الشكر ان شاء الله. شاكر جدا ليك يا دكتور. الله يعزك يا مصطفى، يعني كان شرف ليا حقيقي ان انا موجود معاكم يعني، فاتمنى لكم كل خير دايما يا رب باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنوقف الاستريم دلوقتي حالا. السلام عليكم. السلام.